الهمبرجر من كوباية فول صويا مطحونة مع معلقة توم باودر وبصل باودر وربع كيلو لحمة مفرومة، معلقة من البابريكا، شوية فلفل أسود على معلقة ملح، و3 بيضات أو بيضتين. هتعملي كمية من الهمبرجر زي همبرجر الحاتي أو همبرجر فرج الله، جميلة جدا وتحفة خالص. بصوا 3 بيضات بس، ممكن اضيف بيضتين او 3 حسب ما القوام بيبقى عندي كويس. يعني لو انت حاسه القوام سميك ممكن اضيف 3 بيضات، لا مش سميك معايا اضيف بيضتين. بصوا يا جماعة، كمان هضيف معلقة من البيكنج باودر، بتخلي القوام معايا ناعم جدا وهش، وما تخلوش كاتم، عشان يبقى القوام حلو معاكي المكونات دي كمان هضيف لها ملعقتين او كيس من التوابل الهمبرجر، او توابل اللحوم. طبعا التوابل دي بتدي النكهه بتاعه الهمبرجر، بتخليها طعمها حلو ولذيذ يعني، فجربوا الفكره دي. طبعا بعد ما اعجن المكونات دي كلها اكورها الكور. لو عندك المكبس بتاع الهمبرجر يبقى انت كده وفرتي 3/4 الطريق، لانه بيطلع الهمبرجر مكبوس وحلو خالص، وبيطلعه متساوي معاكي خالص. ان شاء الله المره اللي جايه انا هجيبه لكم وهوريكم ازاي تكبسي بيه عشان يطلع معاكي مظبوط. مش عندك ممكن استخدم كوبايه بتبقى مظبوطه برضو. انا كورت الكميه كلها تقريبا كده، بقدر ال الدايره او القرص بتاع الهمبرجر بياخد كام، فبكور الكرة على الاساس ده يعني. طبعا انت بتعملي الحاجات دي موفره جدا في البيت، وبتكون اقتصادية جدا وموفرة عليكي، توفير في الميزانية يعني، وبعدين حاجات صحية يعني، أكلات صحية يعني. أنا صراحة طب هتقولوا فول الصويا. أولا يا جماعة، فول الصويا لو أنت مش هتستخدميه مرتين أو مرة كل أسبوع مش هيبقى مضر، مرة كل شهر أو مرة كل شهرين 3 مش هيبقى مضر، لكن تستخدميه كل أسبوع هو ده الضرر بعينه. بصوا طبعا يا جماعة، أنا بدوس بالكوباية ما بتطلعش طبعا زي المكبس، بس بحاول إن أنا أثبتها. أنا مستعجلة فبدوس عليها بالكوباية بالقعرة بتاعت الكوباية وبسويها، بتطلع حلوة يعني. إنما بصوا زي ما بقول لكم كده، الفول صويا ما بيبقاش مضر لو أنت استخدمتيه كل شهرين مثلا، كل 3 أشهر، لكن هتستخدميه كل أسبوع يستخدم. ممكن أبدل الفول الصويا هنا، بديل فول الصويا بالبقسماط، يبقى حلو خالص معاكي يعني، وبرضه هيديكي نفس النتيجة يعني، إذا كنتي ما بتحبيه. لأنه فعلا هو لو استخدم أكتر من مرة كل أسبوع أو كل شهر كده، أو مرتين في الأسبوع، ممكن يبقى مضر للأولاد يعني. دي قصة حقيقية، مش غير حقيقية يعني، فاحنا مش عايزين الضرر يعني. بص أنا سويت القرص اهو زي ما انتوا شايفين. المكبس طبعا بيطلعه تحفة وحلو خالص وناجح جدا. الطريقة دي حلوة قوي يا جماعة، وبتخلي وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش إن شاء الله تعملوا لايك واشتراك عشان يصلكم كل ما هو جديد. على فكرة أنا كنت عاملة فيديو للفسيخ بتاع رمضان، بس الفيديو والله اللي باظ في الموبايل ما قدرتش انزله لكم. النتيجة كانت رائعة، اكثر من رائعة، بس هي الحمد لله كده الفيديو اتحذف من الموبايل، ما قدرش استرجعه يعني. طبعا بصوا كده، طبعا عمالة اكور كل شوية، بكور الكور وهكذا. هوريكم بس النتيجة بعد القلي، وهوريكم الكمية اللي انا عملتها عشان ما اخدش معاكم فترة طويلة، وعشان ما اضيعش وقتكم يعني. طبعا بكون حريصة ان انا بحط ورق بتاع ورق استريتش تحت القرص وتفوقيه عشان تطلع الطبقة متساوية. هي طبعا متماسكة وحلوة قوي يعني، والله احلى من الجاهز. على فكرة لو حابة ان هو يكون طري معاكي احلى من كده ويبقى ميزز شوية، ممكن تحطي حتة من الدهن الحيواني، او بتبقى حلوة قوي معاكي يعني، بس انا ما عنديش يعني. ممكن احط تقريبا قطعة من الدهن الحيواني افرمها مع اللحمة، بتديكي نتيجة رائعة وحلوة قوي برضو. بصوا القراص، وانا هوريكم بعد كده اثناء القلي. وادي الصينية او الجريلا المضلعة، عشان تديكي يا جماعة نتيجة التضليع بتاعت الهمبرجر.
ومش محتاج انك انت تحطي كمية من الزيت كتيرة، يعني ممكن جزء صغير من الزيت، وهوريكم هو هيتضلع بنفسه. بصوا كده بقي مضلعات اهو، زي كأنك انت ايه عاملاه بالمكبس بتاع الهمبرجر، وهيديكي نتيجة حلوة قوي يعني كمان يعني. اتمنى بصوا والله طعم جنان وهيعجبكم خالص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. في نهاية الفيديو لا يسعني الا ان استودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وامني وسلامته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.